علينا كمرأة كونه القضية هي قضية المرأة وحركة المرأة، علينا أن نناضل ضد التعصب الجنسوي بالدرجة الأولى. كون التعصب الجنسوي يؤدي إلى التفرق بين الجنسين، بين الذكر والأنثى. نلاحظ أنه في مجتمعاتنا أكثر التفرقة بين الرجل والمرأة. الرجل المتسلط هو اللي يكون بالدرجة الأولى يؤدي إلى التفرق. يصنعون الذهنية الذكورية بذهن الرجل منذ الطفولة. يعني هلا نلاحظ أنه في مجتمعنا الطفل لما يكون ولد نعلمه على أنت الرجل، أنت صاحب القرار، لا تقبل أن المرأة تشاركك في رأيها، لا تقبل أن المرأة تكون هي صاحبة القرار وما شابه. أما لما يكون الطفل مثلا بنت، أنت زوجة في بيت زوجك وبنت في بيت أهلك، وعليك واجباتك مع زوجك يعني أولادك وما شابه، يعني تكون ربة منزل بالمختصر. هذا غير صحيح. نحن علينا نوعي الطرفين وبالأخص الرجل، لأن الرجل هو اللي يمارس السلطة الذكورية على المرأة، ومجتمعنا أصبح مجتمع ذكوري. أما بالنسبة لمجتمعنا كونه أنه القتل شاع في في هذه الأوقات، علينا نحن كمرأة لازم نتوعى لهذه الأمور. وكرجل يعني نحن ما نكون محاضراتنا أو تدريباتنا كله لتوعية المرأة. المرأة واعية، ولكن تريد أن نشق لها الطريق، لكن التوعية بالأكثر تكون للرجل، كون السلطة سلطة رجولية أو ذكورية. نلاحظ أن القتل بالقصد أو بغير قصد، حتى في أغلب الأوقات لكي يتجنبون التهمة عن المذنب، نلاقي أنه المرأة يعني يتهمونها بأسباب غير أخلاقية ليغطون التهمة عن الرجل. وعندما يكون القاتل المقتول هو الرجل، نلاحظ أنه تصبح في تدخل طرف ثالث، وتصبح تدخلات عشائرية ولإرضاء الأهل من ناحية الرجل. هاي الأمور ما لازم نميز بها. مثلا نحن ما لازم نكون غافلين عن قتل المرأة. قتل المرأة يعني بالقصد أو بغير قصد هي جريمة كبرى بحق كل مرأة. يعني لازم نحن ما نكون غافلين عن هالأمور هاي. علينا لما يصير هاي الأمور نحن في حق عام، نحن لازم نتابع هاي الموضوع. نحن إذا ما تابعنا هذا الشيء إذا اليوم هاي قتلت راح تقتل مرأة ثانية، تقتل المرأة الثالثة. نحن إذا كنا غافلين عن هالأمور راح تكثر هاي الشائعة، ما راح يعني لما تكبر المشكلة ما راح نقدر نتفاقمها. نحن علينا بالتوعية والزيارات مثلا انه ما نفرق بين الجنسين، نتجنب هاي الامور، نقدر بقدر الامكان انه نحد من هاي المشكلة. اما اذا تجنبناها وتغافلنا عنها راح المشكلة تكبر بهاي. نلاحظ انه حالات القتل الغير متقصدة انه شائعة بهاي المنطقة، انه بدون قصد. ليش نحن ما نكون واعين لهالامور هاي؟ اللي السلاح يعني على طول السلاح بيد الرجل او مو بيد المرأة. ليش الرجل هو اللي يقتل مو المرأة هي اللي قتلت الرجل؟ يعني لماذا المرأة تكون واعية لهالامور هاي، الرجل ما يكون واعي لهالامور؟ يعني الرجل بدون انه توعي باستهزاء يعني يكون ماسك السلاح أو يوجه إلى المرأة، وحتى إذا قتلت بدم بارد. يعني هاي الأمور كلها تكون أمور عادية يعني بالنسبة للرجل. لماذا تكون المرأة حريصة على هاي الأمور؟ يعني على طول نلاحظ في البيوت أن المرأة كأم أو أخت أو ما شابه انه تكون حريصة على هالامر هذا، انه توعي ابنها، توعي زوجها انه تجنب عن هالشيء هذا خطر. لماذا الرجل يعني ما يكون واعي لهالامور هاي؟ يعني يمسك السلاح بغير انتباه، يقتل المرأة بدون انتباه. نحن لازم نتجنب هذا الشيء، لازم نوعي الرجل قبل المرأة. لماذا كل محاضراتنا عن المرأة لما دارت المجتمع واعية هي منذ بداية المجتمع الطبيعي، هي اللي دارت المجتمع، تقدر أن تدير نفسها بنفسها. علينا توعية الرجل بالدرجة الأولى، لأنه هاي السلطة سلطة ذكورية وليست سلطة المرأة. عندنا عدة نقاط لازم أنه نتبعها لنحد من هاي المشكلة. أول نقطة أهم شيء بالدرجة الأولى التدريب. كون القائد عبد الله أوجلان ذكر التدريب ثم التدريب ثم التدريب. والتدريب نحن لما نحكي عن التدريب ما انه كمحاضرة نقراها على الهامش ونمشي،
لا، لازم لما ندخل ضمن المنازل والبيوت نوعي بهاي الشغلات، انه عدم حمل السلاح بغير وعي، التفاهم مع المرأة، أعطي المرأة حقها بصنع قرارها، اتخاذها القرار اللي هي بدها إياه. يعني نلاقي نحن حرمنا المرأة من أبسط حقوقها وهي التعليم. لماذا؟ لتزويجها بسن قاصر. ولما نزوجها بالسن القاصر تكثر عندنا حالات الطلاق والمشاكل الزوجية. نحن لازم نتجنب هاي الأمور عن طريق إيش؟ عن طريق توعية الأمهات، توعية الآباء. لما نحن نروح نعطي تدريب لشخص واحد ما إنه وصلنا لدرجة، نحن علينا توعية مجتمع، لما ندخل على بيت توعية البيت بشكل كامل، لأنه الأساس هي الأم والأب بالمنزل. لما يكون اثنين متوعين لهاي الأمور نحن راح نتجنب كثير أمور. إذا نوعي طرف ونخلي طرف، راح طرف يتقلب على طرف وراح يمارس هاي الأمور. علينا إحنا نحد من هاي الأمور عن طريق التدريبات، عن طريق المحاضرات، علينا بالزيارات، علينا بحملات التوعية. نحن كمرأة، كونه هاي ثورتنا ثورة المرأة، نحن إذا ما ساعدنا بعضنا كمرأة ما راح إنه نصل إلى نتيجة. نلاحظ إنه أغلب الأوقات أي مشكلة تصير بين مرأة ورجل، يعني حتى نحن نقول يعني نتجنبها مشان ما إنه نحن يجينا مشاكل أو هاي، لا بالعكس، نحن لما ندخل بهاي المشكلة ونحلها هذا إنجاز يعني كبير. إن كمرأة أوجه يعني لكل مرأة إنه ما تكون مكبلة الأيادي. لازم نحن نوعي اللي بجانبنا. إذا نحن واعين لازم نكثف من زياراتنا وتدريباتنا، وخصوصا بقتل المرأة، لأنه أكثر شيء شائع بهاي الوقت بهاي الفترة هو قتل المرأة بقصد أو بدون قصد. يعني لما نحن نغفل عن قضية واحدة نلاقي القضايا كثرت. ليش؟ لأنه نحن غافلين عن هاي الأمور. لذلك نحن علينا بالتدريبات، علينا بالزيارات، توعية الطرفين الرجل والمرأة لازم تكون بحياة تشاركية، لأنه أساس الحياة هي لما حياة تشاركية. لأنه إذا ما بحياة تشاركية ما راح نتخطى كل هاي الأزمات. وعلى كل مرة أن توعي نفسها وتوعي أطفالها، لأنه الأم هي المدرسة، ومدرسة مو بس للأطفال، مدرسة حتى للزوج، للأب، للرجل المتسلط. علينا أنه نحن نوعيه، كونه السلطة سلطة ذكورية. بالنسبة للبنات أنه يكونون بحاجة لدعم مادي ونفسي ومعنوي بنفس الوقت، لأنه نحن بهالوقت الحالي بسبب الضغوطات هاي، بسبب الوضع المادي الاقتصادي، الوضع المعيشي، يعني هاي الأمور الأوضاع اللي مرينا بيها، يعني مثل ما قلنا المرأة عاطفية أكثر من الرجل، تحس بهاي الأمور، تفكر بهالشيء هذا، لازم يكون بدعم إلها. لأنه نحن إذا ما دعمنا المرأة نفسيا وماديا ومعنويا، يعني المرأة راح تنجر لعدة أمور، راح يصير بأسباب كثيرة، يعني مو بس القتل، مو بس الأسباب الغير أخلاقية أو انجرار المرأة إلى طرف ثاني، يعني راح إنه نقع بمشاكل كثيرة بهاي الخصوص. يعني نحن المجتمع، نحن الحياة، نحن المرأة، إحنا اللي لازم نقود المجتمع. يعني المرأة لما هي اللي تقود المجتمع راح نصل إلى نتيجة. المرأة هي العاطفية، يعني ما إنه عندها تسلط مثل الرجل. لازم يكون بتوازي مثلا بين الرجل والمرأة، وعلى المرأة أن تكون واعية لهالأمور هاي. المرأة هي المجتمع يعني بشكل عام. لما يكون الشيء بيد المرأة راح احنا نحد من هاي المشاكل، مثل قتل النساء، التسلط على المرأة، التعصب الجنسي، والتفرق بين الرجل والمرأة. المرأة ما عندها مثلا انه تفرق، اما الرجل يفرق بينه وبين هاي. لما المرأة هي اللي تقود المجتمع راح نصل كثير امور ايجابية، ومنها قتل النساء، انه راح نحد من هاي المشكله او نقضي عليها. لازم هي تكون القياديه والرياديه بهاي المجتمع. لما المراه تقود على هالمجتمع تعطي بصمه بهالمجتمع، يعني يكون به اثار ايجابيه بهالشيء هذا. نحن علينا يعني مثلا كمراه احنا نقود هاي يعني مرحله التغيير، لانه نحن اذا قدنا المجتمع راح نصل الى امور ايجابيه.